بما اننا خلاص بقينا في كاس العالم في قطر، فاحنا على موعد شهر كامل من المتعه والاثاره. شهر واحد كان كفيل انه يخلي دوله زي قطر تقعد 12 سنه تبني في مستشفيات وملاعب ومطارات وتطور من الطرق ووسائل المواصلات لتسهيل للمشجعين الحركه في ايام المونديال. قطر صرفت على كاس العالم ده ما يقرب ل 220 مليار دولار، وده تلميح ان البطوله دي هتقام على اعلى مستوى اذا كانت في تنظيم او اداره، ودي حاجه مضايقه الاوروبيين جامد جدا، وبالاخص فرنسا. بيقولوا ان الفرنسيين هيقطعوا بس كاس العالم في مدن زي باريس ومارسيليا ونيس، بس خلي بالك دي طبيعه عند الغرب من سنين. خلي بالك هما كل نسخه بيعملوا كده، وبالذات لو الدوله المستضيفه غير اوروبيه. نفس الحملات اللي عملوها على قطر اليومين دول عملوها على البرازيل سنه 2014، لكن كل المحاولات دي ادت بالفشل الذريع، وساعتها البرازيل طلعت مونديال فوق الممتاز. بس بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده كله وتعالى اعرفك شويه معلومات عن مونديال قطر 2022. بس الاول انزل رزع اللايك والسبسكرايب والكومنت وتعالى افهمك الحوارات دي ماشيه ازاي. قطر عامله في المونديال ده شويه ارقام قياسيه عنب العنب. عد معايا، قطر اول دوله عربيه تستضيف المونديال. قطر اكتر دوله صرفت على بطوله كاس العالم ب 220 مليار دولار، منهم 190 مليار بس مصروفين على البنيه التحتيه لقطر، وحوالي 30 مليار الباقيين اتصرفوا على الملاعب وبقيه المنشآت. ولاول مره في تاريخ اللعبه بيتم تعيين حكم شبه آلي، وهيستخدموه كالاتي: في كل ملعب من ملاعب المونديال واللي هم 8، وتحت سقف كل ملعب هيكون في 12 كاميرا. وفي كل قاره عاملاها قطر للمونديال هيكون في كل قاره من دول اجهزه استشعار، واجهزه الاستشعار دي بيكون مهمتها الاولى والاخيره انها توصف حال الكره دي عامل ازاي، اذا كانت في سرعتها او قوه تسديدها. وطبعا كل البيانات دي هتتنقل فورا من اجهزه الاستشعار للكاميرات واللي هي تحت سقف كل ملعب، وده طبعا هيساعد الحكم انه يحتسب التسلل بدقه اسرع واعلى، وبالطريقه دي ممكن نحقق العداله بشكل كبير. في حاجه كمان قطر عملتها تلزمنا احنا كعرب، وهي منع المثليه في قطر او رفع اي علم الوان اذا كانت في الملاعب او الشوارع، بجانب كمان ان في حاجات تانية اتمنعت زي شرب الخمور والعلاقات المحرمه والالفاظ الخارجه وعدم احترام الاماكن المقدسه وحاجات تانية كتير، وكل ده تحت عنوان يجب على السائح احترام دين وثقافه المجتمع القطري. وطبعا لو تم مخالفه القواعد والقوانين دي هيتم حبس الشخص اللي عملها مهما كانت مكانته او جنسيته. الصراحه شابوه لقطر على القواعد دي. خلي بالك في كتير من الاوروبيين مفكرين العرب دول ساكنين في خيم وكل واحد فيهم عنده معزتين وماشي بيهم، واننا اغبياء وما بنفهمش حاجه. طبعا بالشكل اللي طلع بيه قطر للمونديال ده صدم الاوروبيين حرفيا. تفكيرهم العنصري موديهم ان ازاي العربي الغبي ده وصل لقمه الاحترافيه والذكاء اللي وصل لهم حاليا. وطبعا بعد التقدم العظيم اللي وصلوا له العرب ده هيؤدي ان الاوروبيين في خطر، لان العرب مع السنين القريبه الجايه ممكن مع تنميه مهاراتهم وشويه تجارب وكمان مع شويه تنميه في الثقافه الدنيا دي كلها هتتغير، وساعتها العرب هيوصلوا لقمه التقدم في الصناعه والتكنولوجيا. وطبعا بما ان العرب ركبوا سوق التكنولوجيا والصناعه بكده الاوروبيين هيفقدوا كم كبير من قوتهم واللي هي كانت بتميزهم شويه عن باقي قارات العالم، ولانهم معتمدين بشكل كبير على الصناعه والالكترونيات. ساعتها هيتم تدمير القاره العجوز بالكامل. عرفت ليه الاوروبيين بيهاجموا قطر؟ خلي بالك لاول مره في التاريخ بطوله كاس العالم تتعمل في فصل الشتاء، ودي حاجه احنا ما شفناش قبل كده. بس الغرب كالعاده ما بيسكتوش، وفي مدينه زي باريس مانعين بس المونديال في الشوارع، وكل الكلام ده تحت اسطاره ان الدوله غير مهيئه اجتماعيا ومناخيا بالاحتفال بالمونديال في الشوارع. والكلام ده كله كان على لسان عمده باريس ذات نفسه. مستمرين مع هجوم الغرب على مونديال قطر، الاوروبيين طلعوا المره دي بحاجه جديده وقال لك ان قطر انتهكت كل حقوق الانسان. ازاي يا عم؟ قالوا لك لان قطر على مدار 12 سنه في بناء المونديال استغلوا العمال اسوأ استغلال، او بشكل اوضح ان القطريين بيستغلوا اي عامل مغترب في قطر وبيعاملوه اسوأ معامله، وبيخلوهم يشاركوا في بناء المونديال بشكل اجباري، ومقابل ده بيدولهم اجور ضعيفه وزياده في وقت الشغل وبدون اي اجور زياده. حتى مسكن العمال دول القطريين مهملينه بشكل كبير جدا، وانهم ازاي يهملوا ناس زي دي وهم بيساعدوا في حدث تاريخي للدوله. وقالوا كمان ان مونديال قطر ده مبني على دم العمال واللي صحتهم ضاعت بسبب اهمال القطريين، وده طبعا ادى لموت ناس كتير منهم. ممكن يوصل عدد العمال اللي ماتوا دول ل 6500 عامل، وكل ده من الاخر ضد حقوق الانسان. عشان كده احنا بنرفض استضافه قطر لكاس العالم 2022. الغرب دول ماشيين بمثل عندنا احنا كمصريين، يقتل القتيل ويمشي في جنازته، لان من 10 20 سنه فاتوا كان ساعتها الاوروبيين بيستنوا اي حد عربي يطلع بفكره او مشروع ممكن يغير تاريخ البشريه. ساعتها بيكون الغرب اول ناس بتتفاوض مع صاحب الفكره او المشروع ده عشان ينضم ليهم، ولو انضم ليهم بيقعدوا يصرفوا على الفكره لحد ما تطلع للنور، وساعتها بينسبوها ليهم هم. ولو صاحب الفكره او المشروع ده رفض بيتم اغتياله لا محاله، وبياخدوا الفكره او المشروع بتاعت العالم اللي موتوه ده ويظبطوها وينسبوها ليهم. ممكن تقول لي فين حقوق الانسان هنا؟ واللي هم متمسكين بها قوي كده نفس الكلام اللي قالوه على قطر هم عملوا زيه بس من زمان شويه، وممكن اقذر واوسخ كمان. وخلاص بقينا في كاس العالم اهو، وهنشوف مين هيتعك في الاخر. وهنا هتكون نهايه الحلقه. انزل على اللايك والسبسكرايب والكومنت وقول لي عايز تعمل على مين الحلقه الجايه.